هاتي بقى ربع البانيه اللي عندك، تعالى نعمل بيه اسهل غدا اقتصادي وكمان غدا مطاعم لولادك بافكار بسيطه وعلى قد الايد. اول حاجه عندي ربع كيلو من البانيه، جبته وغسلته كويس. هبدا اقطعه لقطع صغيره زي ما انتم شايفين، قطع صغيره بالشكل ده لحد ما اخلص كل الكميه اللي معايا. طبعا ربع كيلو من البانيه لو عملتي بيه غدا مش هيكفي لك، احنا النهارده هنعمل بيه غدا اقتصادي وهنفرح ولادنا باكلات بسيطه بالامكانيات المتاحه عندنا. هخلص تقطيع كل كميه الفراخ اللي عندي اللي هو الربع كيلو من البانيه، بعد كده بقى نركنه على جنب ونشوف هنكمل ايه مع بعض. بس يا ريت لك فيديو النهارده ونبقى بالاشتراك في القناه وسيبولي كومنت يشجعني عشان اعملك افكار سهله وبسيطه مطبخ التوفير مع ام محمد. قطعت بقى ربع كيلو من البانيه وجبت كمان 3 بصلات متوسطين، لو عندك بصل كبير استخدمي بصلتين كبار. كم قرن من الفلفل برضه هقطعهم لقطع صغيره زي ما انتم شايفين. هبدا بقى نروح على البوتاجاز ونشوف هنعمل غدانا النهارده ازاي. جبت بقى طاسه على البوتاجاز او صينيه وهنزل فيها بمعلقه كبيره من الزيت، حوالي معلقتين كبار. هبدا بقى انزل بالبصل لغايه البصل ما يدبل معايا. طريقه النهارده الغدا سهله وبسيطه واي حد يقدر يعملها، يعني لو محتاره عندك ربع كيلو من البانيه طلعي واعملي بيه احلى غدا لولادك النهارده. نزلت بقى بالبصل اول ما يدبل معايا، انا مش عايزاه يتحمر، مجرد بس ما يدبل معايا هبدا اقلب فيه. خلاص عندي بقى البصل بدا يدبل معايا، هنزل عليه قطع الفراخ اللي احنا قطعناها مع بعض. نزلت بقى بقطع الفراخ، طبعا انا غسلتها تاني وصفيتها كويس بعد ما قطعتها. نزلت بقى بكل يعني الكمية اللي عندي، هفضل اشوح فيها لغاية الفراخ تاخد معايا صدمة بالطريقة دي. اقلب بقى في الفراخ، اخدت معايا اللون اتشوحت. هبدأ اتبلها بالبهارات اللي عندك، الملح والفلفل والسبع بهارات، بودرة بصل، بودرة ثوم، البهارات المتاحة عندك اشتغلي بيها، اللي موجودة عندك يعني مش لازم، ما توقفيش نفسك على حاجة. تبلتها بالبهارات اللي عندي زي ما قلت، الملح والفلفل، بودرة بصل، بودرة ثوم، السبع بهارات، اديهم تقليبه كمان مع بعض. وابدا انزل بقى الفلفل اللي احنا قطعناه مع بعض، دي تشويحه برضو. الخضر بقى مع الفراخ مع البصل، فكره النهارده بسطه الغدا، جربوها بجد هتعجبكم. وهزود عليها كمان مكعبين يعني حبايه من البطاطس، انا قطعتها مكعبات صغيره وحمرتها في الزيت، هتضاعف معايا الكميه وبجد بيكون طعمها جميل مع الفراخ. اديهم تشويحه مع بعض بحيث بقى ان البطاطس تاخد من طعم الفراخ. وهزود عليهم بقى معلقه من الجبنه الموزاريلا، دي اختياري لو ما عندكيش ممكن تستغني عنها. وغطي عليها 5 دقايق بس الجبنه تسيح، وكده خلصنا اسرع غدا. هتجيبي بقى الكايزر الصغير ده وتعملي بقى سندوتشات لولادك. ما شاء الله ربع البانيه ما شاء الله عمل معايا كميه كبيره، وهبيه بقى في الطبق. يعني من ربع كيلو من البانيه ما شاء الله عملت كميه، وهتجيبي مثلا ب20 جنيه من الكايزر او 30 جنيه تعملي اسهل غدا. كام كيس من الكاتشب. ده شكل الغدا بقى في النهايه، انا عملت ما شاء الله كميه كبيره. جربوا طريقه الغدا.